السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل بقى النهاردة مع بعض صوابع زينب. شايفين ما شاء الله، لا فكت ولا الرسمة بتاعتها النقشة بتاعتها راحت ولا أي حاجة، بمقادير سهلة وبسيطة جدا ومظبوطة جدا. يلا بينا نشوف احنا هنعملها ازاي. أول حاجة عندي كوبايتين من الدقيق. طبعا كل كوباية هي نفس الكوباية اللي بنعاير بيها كل حاجة. كوبايتين من الدقيق وكوباية من سميد البسبوسة، وهنزل بعد كده برشة كده من الملح، ومعلقة كبيرة هرمية من النشا، ونص كوباية من زيت الذرة. هبتدي بقى اقلب الخليط ده كده كله مع بعضه. طبعا صوابع زينب مش بتتعجن نهائي، احنا بس بنلم العجينة. هنفضل نلم كده في العجينة لحد ما اوريكم كده بالشكل ده. المفروض بصوا اول ما توصل للقوام ده كده ونكسرها كده تتكسر معايا كده بسهولة كده، العجينة كده مظبوطة جدا. هاجي بقى للخطوة اللي بعد كده. عندي كوباية الا ربع من المية العادية جدا، مش سخنة ولا حاجة، مية من المطبخ من الحنفية عادية جدا، وعليها رشة كده من الخميرة ومعلقة صغيرة من السكر. هنقلبهم كويس وهنزل بيهم على المكونات بتاعتي دي، وهنبتدي بقى نلم العجينة كده واحدة واحدة بايديا، مش هعجن. انت هيبقى بيتهيألك ان المية كتير، بس كل ما هتلمي في العجينة هتبص تلاقي قوام العجينة معاكي بقى مظبوط جدا. طبعا احنا حطينا خميرة، بس الخميرة مش علشان تتخمر او نسيبها تخمر او حاجة، لا احنا عشان بس العجينة بتاعتي تتنفس. هنفضل نلم في العجينة كده بايدينا كده لحد ما اوريكم قوام العجينة بيبقى عامل ازاي. صدقوني المقادير دي مظبوطة جدا جدا جدا، جربوها مش هتندموا ابدا. هفضل الم في العجينة كده لحد ما يوصل قوامها زي ما هتشوفوه دلوقتي. زي ما انتوا شايفين بنلم بس في العجينة بايدينا بس كده. شايفين هي ما شاء الله خلاص، هي كده مش لازقة في الطبق ولا حاجة اهي. شايفين ما شاء الله حلوة جدا جدا. وزي ما قلت لكم احنا مش بنسيبها تخمر ولا حاجة، احنا بنبتدي نقطع فيها ونشكل فيها على طول بعد ما بنخلصها. تبقي مغطيها بس كده بكيس تلاجة او استرتش، وتاخدي منها واحدة واحدة وعلى قد الطاسة او الصينية اللي هتحمري فيها. شايفين العجينة ما شاء الله حلو جدا. نقطع بقى ايه قطع صغيرة كده، كور صغيرة زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده. هنكورها كده كورة، وبعد كده هنبتدي نعملها على شكل صوابع. وشكليها بقى باي حاجة مخرمة عندك، ممكن بالمبشرة بالناحية دي، بس انا فضلت اعملها بالمقصوصة دي بتاعة المطبخ، هتديك الشكل الجميل بتاع صوابع زينب. شايفين انا بعد ما كورتها عملتها كده طبعا صوابع. وهجيب بقى المقصوصة بتاعتي وهبتدي افرد عليها العجينة كده بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده، وهبتدي المها بالراحة خالص لحد بصوا بقى شايفين شكلها، هو ده الشكل اللي انا عايزاه. هعمل بقى كمان واحدة معاكم اوريكم انا عملتها ازاي. اي حاجة مخرمة عندك هتشتغلي بيها وهتبقى كويسة جدا معاكي، بس انا بعملها بالمقصوصة بتاعت المطبخ دي بتطلع تحفة، والنقشة ما بتروحش وبتبقى جميلة جدا اهي زي ما احنا شايفين كده. بنفردها كده وبنرجع بقى نلمها بالراحة، بحيث ان انت ما تضيعيش الرسمة بتاعت صوابع زينب. شايفين الرسمة ما شاء الله حلوة جدا. انا كده عملت الكمية دي كده على قد الطاسة اللي انا هقلي فيها. وهنيجي بقى على زيت يكون سخن جدا، واول ما ننزل بصوابع زينب في الزيت لازم يكون طبعا الزيت كتير. نهدي النار اول ما بننزل بيها في الطاسة او في الصينية، لازم الزيت يكون سخن جدا، وبعد كده بنهدي عليها النار. معلش يا جماعة انا اسفة الاضاءة وحشة جدا عشان انا كنت بصور بالليل والاضاءة مش حلوة انا عارفة.
وما نقلبهاش بقى غير لما تتشمح كده وتبتدي تديني اللون الذهبي. ما نقلبهاش اول ما نحطها، ما نقلبهاش اول ما تدينا اللون ده كده وتتشمح كده بالشكل ده، نبتدي بقى نقلبها لحد ما يبقى لونها ذهبي جميل كده. هوريهولكوا دلوقتي. شايفين يا حبايبي كده بالشكل ده. وهنبتدي بقى نطلعها نحطها في شربات تقيل وبارد كده. خلاص حبايبي انا خلصت النهارده كده الفيديو بتاع النهارده. عملنا مع بعض صوابع زينب بطريقه سهله وبسيطه جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.